الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. معاشر الفضلاء، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. حديثنا اليوم عن منزلة من منازل الإيمان، وخصلة من خصال المؤمنين، وخلق من خلق أخلاق الأنبياء والمرسلين. به تطمئن القلوب، وتنشرح الصدور، وتنكشف الكروب. إنه اليقين، وما أدراك ما اليقين. والسؤال الكبير الذي يطرح هنا: أين نحن من اليقين بالله في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها الأمة الآن؟ كثير من النفوس تبدو محبطة ومتشائمة، أصابها الإحباط والقنوط من حال وواقع الأمة. فحال الأمة لا يسر أحدا، حال الأمة مزعج ومؤلم. وما أحوجنا في هذه الظروف إلى جرعة من اليقين، إلى جرعة من الثقة، إلى جرعة من الأمل تعود إلى نفوس المؤمنين وإلى قلوب المؤمنين. فاليقين وقارب النجاة وسفينة الخلاص من هذه البحور، بحور الإحباط واليأس والتشاؤم. اليقين من أعظم نعم الله على العبد، نسأل الله العافية، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. اليقين أعظم زاد يتزود به الإنسان المؤمن وهو في الطريق إلى الله، هو الإيمان كله. أثنى الله على أهل اليقين فقال سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا أحبك الله واصطفاك واختارك ملأ قلبك يقينا ورضا. ولقد ربى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام أمته، رباهم على اليقين وزرع فيهم اليقين، وكان يدعو دائما ربه أن يرزقه اليقين: اللهم أقسم لي من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وكان أخوف ما يخاف النبي على أمته ضعف اليقين وقلة اليقين. ولذلك ها هو الحبيب النبي يزرع في الصحابة وفي الشباب والناشئة، يزرع فيهم اليقين. يقول ابن عباس وهو غلام خلفه، يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. لأن يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما أجمل اليقين وما أسعد أهل اليقين. صاحب اليقين هو أسعد الناس وأهنأهم معيشة وحياء. من حرم اليقين فقد حرم الخير كله، لأنه لم يذق أطيب وأحلى وأسعد وألد ما في هذه الحياة. إنه اليقين والرضا والتفويض والتسليم. لليقين دور كبير في تهوين المصائب، له ثمرات عظيمة، يكفي أن من ثمراته الحياة الطيبة والسعادة وراحة البال. ما الذي يجعلك تطمئن على رزقك ولا تخاف على رزقك؟ إنه اليقين بأن الرزاق هو الله، وبأن الله هو خير الرازقين، وبأن رزقك مقسوم ومعلوم وهو في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما الذي يجعلك تتحمل الآلام والابتلاءات الشديدة؟ إنه اليقين بأن الفرج قريب، وبأن ما عند الله خير لك من الدنيا، وتعلم بأن إن مع العسر يسرا، فأنت موقن بأن الفرج آت لا محالة. ما الذي يجعلك تبتعد عن الحرام وتكتفي بالحلال؟ لأنك تعلم أن الله عز وجل يمحق الحرام، أن الحرام يدمر صاحبه ويدمر كل شيء. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فباليقين طلبت الجنة، وباليقين صبر من صبر وتحمل من تحمل. واليقين درجات. ولذلك سأل سيدنا إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إنه اليقين درجات اليقين، فهو يعلم علم اليقين وعين اليقين، لكن يريد حق اليقين وعين اليقين. فلذلك انتقل من علم اليقين في البعث إلى عين اليقين وحق اليقين. وهكذا حال الإنسان المؤمن. ولقد ضرب الأنبياء والصالحون المثل الأعلى في اليقين.
فهذا نوح عليه السلام الذي قضى كل هذه الفترة في دعوة الله عز وجل، وما آمن معه إلا قليل، لكنه موقن بنصر الله. ولما أمره الله بصنع السفينة وصنعها في صحراء، البحر بعيد عن المكان، لكن مع ذلك ظل سنوات وهو يبني في تلكم السفينة: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، حتى قالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وهذا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ماذا قال؟ قال وهو متيقن كله يقين، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله من النار. وهذا أيوب لما أصابه الضر قال ما قال وهو متيقن بأن الله سيفرج عنه همه. ويونس بن متى أيضا في بطن الحوت نادى وهو موقن وكله يقين، وناجى ربه وكله يقين بأنه سيخرجه من هذه الظلمات، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا سائر الأنبياء. وسيد الأنبياء وسيد الموقنين نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو في الغار وقد أحاط به المشركون، ماذا قال لأبي بكر؟ لا تحزن إن الله معنا. قال بيقين المؤمن وبإيمان الموقن لا تحزن إن الله معنا. وهكذا قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. وهكذا سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الراحة في القناعة، الراحة في اليقين. قيل لحاتم الطائي ما سر سعادتك؟ قال علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، إلى آخر هذه الكلمات الأربع. إذن اطمأن لأن عنده يقين بأن الرزق على الله وأن الرزق بيد الله ولن يأخذه غيره. أبو مغلق صحابي جليل كان من التجار، لما تعرض له قطاع طرق وأرادوا أن يقتلوه وقالوا لابد أن نقتلك، فقال دعوني أصلي ركعتين لله عز وجل، فتوضأ وصلى ركعتين أو 4، ثم قال في آخر سجدة يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ